خطوتين، كل ما خطوتين ومفيش. الامن ضعيف جدا والدنيا بايظه خالص، لسه مش عارفين نمشي. انتوا لسه في المحل يا احمد؟ احنا لسه عندنا الكارته برضه، يعني الجمهور بتاعنا حتى واقف عشان يحمينا عشان اللي بيحصل، عشان كمان بيقولوا في ضرب نار قدام كمان، فمش عارفين فين. ضرب نار؟ بيقولوا في آلي وفي حاجات كده. لا 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 لا. يعني انتوا لسه في غزل المحله ولسه ما اتحركتوش، يعني لسه في المحل؟ 5 دقايق عدينا الاستاد 5 دقايق كده، يعني الاتوبيس اتكسر في الفتره اللي احنا مشينا فيها، فوقفنا على جنب دلوقتي والجمهور بتاعنا حوالينا والامن، بس لسه مش عارفين هنمشي. طيب احمد معلش يعني برضه قول لي، في حاجه حصلت من فريق النادي المصري تخلي جماهير المحله زعلانه من الفرقه؟ مفيش حاجه خالص؟ لا بالعكس، ده هم الجماهير بتاعهم شجعونا واحنا رحنا لهم ومفيش، يعني الامور طبيعيه خالص. استغربنا ان حتى الاتوبيس متكسر، مش عارفين يعني ليه. طيب بشكرك يا احمد. بشكرك، وان شاء الله نتابعك وان شاء الله تخرجوا من المحله بالسلامه. بس طبعا يا كابتن خالد يعني مش عايز، يعني احنا جوه مصر يا جماعه مش بره مصر، يعني المحله من الغربيه دي جزء من محافظه في مصر، فمش عارف يعني بصراحه الاحداث دي كلها ربنا يستر، ربنا يستر، وضرب نار وزي ما بيقولوا وطوب ومش عارف ايه. اتمنى ربنا يستر، اتمنى ده اول اختبار حقيقي لجنه مسابقات اتحاد الكوره. طيب معلش، محل خارج ملعبه، خارج ملعبه وبدون جمهور عشان ما تحصلش تاني. 6 مباريات خارج ملعبه وبدون جمهور عشان ما تحصلش من اي نادي. ايوه ده قرار رادع لكل الانديه. هنتابع الموضوع ده مع الكابتن زيزو وكابتن خالد، لكن بعد المباراه